السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا مساء الفل ويا مساء الرزق ويا مساء التفاؤل. شايفين الخير والرزق اللي معانا ده؟ بسم الله ما شاء الله تبارك الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لسه طالعة ان انا ابيت طيوري، لقيت الحمد لله ربنا كرمني، والبطة اللي كان بيضها نائر بدأ ان هو يشق ويطلع من البيضة. فحبيت اصور معاكم اللحظة ديت على الطبيعة كده زي ما احنا شايفينها. ما شاء الله ما شاء الله. هتلاقوا البيض اهو، اغلبية البيض كله نائر اهو زي ما احنا شايفينه. ما شاء الله. شايفين البط؟ يا سبحان الله. شايفين البط هو لسه شائع حالا من البيضة. يا ريت لايكات كتير جدا جدا للفيديو والاشتراك في القناة. ما تنسوش الاشتراك، لان الاشتراك مهم جدا جدا علشان القناة تعلى وتكبر وتوصل لكل اخواتنا، وان شاء الله نقدم عليها فيها كل جديد نستفيد منه بمعلومات كافية ووافية. البطة دي مطلعة عندي قبل كده، ما شاء الله عليها، مطلعه عندي قبل كده كم مره. فطبعا مش كل تطليع بطه بيكون زي التانية، وكل فيديو فأس بيكون مختلف غير الفيديو اللي قبله، علشان كل بطه ولها تجربتها. فهنا هبتدي ان انا اشيل القشور اللي موجوده ديت. او في هنا كام قشره، يعني القشور بتاعه الاربع بيضات، الاربع بطات اللي طلعوا دول هشيل القشور بتاعتهم. طيب، في حاجه مهمه جدا جدا. اوعي لما تشوفي البط الصغير ده كده طلع تقول انا هسحبه من البطه واشيله احطه في كرتونه علشان البطه تعرف تطلع بقيه البيض. لا، لما البط ينشف تماما تماما زي ما احنا شايفينه كده، ما شاء الله عليه، حاجه كده زي الفل. هبتدي بقى طبعا ان انا اشيل القشور، ومش هسحب اي بط منها غير لما ينشف من عرق الام تماما، والبطه تنشف وريشها ينشف كده اهي. شايفين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا البطه ديت انا ما رصيتلهاش بيض فراخ. صورت معاكم البطه اللي فاتت لما كانت مطلعه بيض شايفين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. شايفين؟ هتلاقوا الجنين حالا بيرفع القشره. البيضه بتلاقيها درجه حرارتها عاليه. سبحان الله. احيانا الواحد بيفضل يتفرج على المنظر ده ويستغرب ويستعجب لقدرة ربنا. طبعا البيت كله نائر زي ما احنا شايفينه اهوت اهو. بسم الله ما شاء الله. طبعا بقية البيت كله هيطلع في خلال ساعة زمن، هتلاقي بقية البيت كله طلع، ودي حاجة كويسة جدا جدا. بترش ايه للبيض يا مشاهده اثناء ما بتكون البطه راقده؟ ما برشش للبيض حاجه يا جماعه. هو البيض ما شاء الله بيطلع كده طبيعي ربنا لوحده من غير اي حاجه. وصورته معاكم كتير، وان شاء الله بقيه الامهات عندي بدات ان هي تبيض تاني وترجع تجيب دوره بيض جديده وترجع تبيض وترقد، لان حضراتكم عارفين ان البطه المسكوف الخليط اللي عندي ده، البطه بتبيض في السنه 6 بطون. فبالتالي عندنا طول السنه ما شاء الله بط بيطلع ويفرخ صيف وشتاء. وان شاء الله الامهات الجديده اللي انا مؤسساها برضو للشغل الجديد، ان شاء الله ربنا يكرمنا فيها وتبيض بدري، لان لما بتيجي تبيض ما تكون البطه بدأت تبيض في الجو الحر بتبيض بدري عن الشتاء. يعني بيض على 5 شهور، 5 شهور ونص. في الشتاء بيض على 6 شهور، 6 شهور واسبوع، في الحدود دي، في توقيت الصيف من الشتاء. انا كده شلت القشور اللي كانت تحتها هي زي ما احنا شايفينها. بسيب البطه طبعا، سايبه لها وعيه هنا فيها ميه اللي هي بتشرب منها عادي. لو هي عايزه ترطب نفسها ميه هترطب نفسها وترطب البيض. لو مش عايزه ترطب نفسها، لان البطه سبحان الله بتبقى اضرب درجه حراره البيضه اذا كانت محتاجه ترطيب او مش محتاجه ترطيب. فبالتالي انا بسيب لها وعيه صغيره من اللي هي بتشرب فيها العاديه اللي بتشرب فيها. لو هي عايزه ترطب نفسها ميه هترطب نفسها زي ما احنا شايفينه كده. بقيه البيض نائر هناك اهوت. ربنا يكرمنا فيهم ويرضينا فيهم يا رب على خير. طبعا زي ما احنا شايفين كده اثناء التطليع احيانا تكون بطه شاطره وبطه تكون مش شاطره. سبحان الله، دي بتكون حاجه ربانيه بقى. تلاقي بطه خايفه على البط بتاعها، بالرغم من انها وصلت لدرجه انها تحضنه طول فتره الركود، والبيض يفقس تحتها والبط يطلع وكل حاجه، بس ممكن تيجي على اخر لحظه تكون مش شاطره، ان هي لا قدر الله ممكن تدوس عليه، ممكن تسيبه يجري من جنب منها. بطة تانية تلاقيها متحضنة بالبط بتاعها ومدفياه تحت منها، ومستحيل تسيبه لحد سبحان الله ما تطلعي وتبدأي انك تشوفي البط وتشيليه منها.
دي بطة ودي بطة. فطب اتصرف ازاي؟ التصرف هنا بيكون ان حضرتك تتابعيها، لازم تتابعي البطة بتاعتك علشان تعرفي البطة بتاعتك على ايه، هي بتعمل ايه، وبتحافظ على البط بتاعها لا ما بتحافظش عليه. فمن هنا بتكون قوة الملاحظة مهمة عشان تحافظي على البط اللي طلع وتحافظي على البطه. لو البطه بتاعتك من النوع اللي هي بتسيب البط او لا قدر الله بتدوس عليه او اي حاجه من ديت، يبقى اول ما البط يبتدي ينشف كده، يبتدي بس ينشف، لازم تشيليه وتسيبي الباقي تحت منها يطلع براحته، يطلع بعد ساعه، يطلع بعد 2، وتقومي شايلاه وحطاه في كرتونه صغيره وفيها شويه نشاره وخلاص. وما تقلقيش عليه وما تاكليش البط بتاعك الا تاني يوم الصبح. لو هو طالع من المغرب ما تاكلوش الا تاني يوم الصبح. ده بيكون التصرف. طيب يعني هي في بطة بتطلع البط كله مرة واحدة وبطة بتطلع على يومين مثلا؟ ايوه طبعا في، ده بيحصل وده بيحصل. بس احنا في الاول وفي الاخر بنقول ايه؟ المهم عندنا ان ربنا يكرمنا ويرضينا والبطة تطلع بقى على يوم، تطلع على يومين، تطلع مرتين في اليوم. لان احيانا لما بتكون البطة راقدة على عدد كبير ده غصب عنها، لازم حضرتك تبداي تساعديها، تسحبي منها البط اللي نشف، تشيلي لها القشور، تسيبي لها بقيه البيض بقى تحت منها كده من غير بط عشان ترقد عليه. لان في بطه لما بتبتدي تطلع البط كده اول كام بطه بتخاف، بتفضل واقفه على البط اللي طلع ومش عايزه تكمل ركود على البط اللي تحت منها. فدي برضو حاجه تانية وحاجه مهمه جدا. في الحاله دي يبقى لازم تسحبي منها البط، يعني لازم تسحبيه عشان تضطر ترقد على البيض، ما تسيبوش ان هو يبرد لا قدر الله ويحصل له حاجه. فلحظة الفأس ده او اليوم اللي البط هيطلع فيه ده بيكون مهم جدا. ده يعني في يعني طول فترة البيض وطول فترة الركود، طول ال30 يوم ركود، اللحظة ديت واليوم ده مهم جدا، اهم من اللي فات كله. ليه؟ لان قلت لحضراتكم مش كل بطة بتكون زي التانية. فانا حبيت ان انا اصور معاكم البطة بكل المعلومات بتاعتها. طبعا البطة لما بيكون وش اول، طبعا مش كل بطة بتكون زي التانية. فانا عشان كده دايما، عشان حبايبنا اللي سألوني وقالوا لي طب لو وش اول ومثلا كانت مش شاطرة في التطليع نجربها تاني، جربيها تاني. طيب لو وش اول ولا قدر الله ان هي بتدوس على البط او بتخنقه اول ما بيطلع بالوضع ده، خلاص دي ما ترقديهاش تاني، دي ما ترقدهاش تاني. انما مثلا لو مثلا وش اول وطلعت نصه والنص لا، طلعت 3/4 والربع لا، فدي حاجات يعني لازم تجربها تاني عشان التجربة بتحكم. التجربة بتحكم. كل اخواتنا اللي سألوني على بيض الفراخ نرقده للبطة، تقدري حضرتك تجربي زي ما قلت لكم في اول ما تيجي تجربي لها في 3-4 بيضات علشان ما تخسريش بيض الفراخ خساره. على ما تعرفي البطه بتاعتك على ايه، هل هي هترتضي ترقد على بيض الفراخ وتطلعه ولا مش هتطلعه وهتخاف منه. لان في بطه ما بتحبش ترقد غير على بيض البط بتاعها هي بس، سبحان الله دي حاجه ربانيه، هي بتبقى مميزه بيض البط بتاعها. فدي خلاص ما تحطلهاش بيض فراخ طالما حطيت لها وجربت التجربه وما نفعتش. انما حطيت لها وجربت التجربه ونفعت، تقدري بقى بعد كده ترص لها وش كامل بيض فراخ وما تقلقيش بقى عليه. حبيت ان انا اصور لكم التجربه كامله. كنت عايزه بس اوريكم البط اللي كان بقاله كام يوم عندنا، بتاع البطه اللي فاتت. دايما بيتك هيبقى مليان بالخير، كل يوم هيبقى عندك خير وعندك رزق جديد. تعالوا كده معايا ما نشوف. اهو هنا كده زي ما احنا شايفين البط ده يعني ما شاء الله عليه بقاله حوالي 6 ايام او 7 ايام. انا هنا جايه عشان ابيته في البوكسه. لما بكون البوكسه هنا مبلوله ميه كده مكان الميه بتاع طول النهار، لازم اشيل النشاره ديت واحط لهم نشاره ناشفه نظيفه علشان البط ما يجيلوش اسهال ولا يجيله نزلات معويه. عشان البطه بمعنى اصح تبيت على فرشه نظيفه ناشفه، ما تبقاش الفرشه مبلوله تحت منها، تبداي تلاقي البطه عينها بتدمع، تلاقي عندها اسهالات. فاحنا في غنى عن كل ده. انا بس حبيت اوريكم ان كل بطه ممكن شكل البط بتاعها يكون مختلف غير البطه اللي قبلها، ممكن يكون زيه بالظبط. حبيت اوريكم ان البطه ما شاء الله حيويه بحركه، يعني ما شاء الله حجمها بيكبر معاكي بسرعه، مش صغيره ولا حاجه. اهي شايفين. لازم اطمن المغربيه كده ان البط واكل، لازم اشوف البطه حصلتها فيها اكل ما فيش فيها اكل. لازم تطمني ان الاكل اللي حطيتيه طول النهار البط كان بيسحب علف ما بيسحبش. البط لو ما بيسحبش منك علف زي ما كان متعود بيسحب، تعرفي ان البط بتاعك بادئ
على دور اسهال، ده مهم جدا، لازم تاخدي بالك عشان وقتها تقدري تديله جرعه دواء من دواء الاسهال عشان تلحقيه في الاول. حبيت اصور معاكم الفيديو ده كده على السريع. ما تنسونيش باللايك والشير للفيديو وللقناه. اترككم في رعايه الله وحفظه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.